السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. نبداو على صلاة نبينا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم البنات غادي نحضروا جميع طاجين بالغلمي مخضر بجلبانة وبطاطا والزيتون. كيجي رائع وكيجي ميدم وكيجي روعه منه. غير تبعوا غير الفيديو من الاول حتى الاخر وندوزو على بركه الله باش غادي نديرو المقادير. يا بسم الله. بالنسبه البنات المقادير، هنا عندي كميه ديال اللحم بالنسبه لثلاثه الاشخاص. نتوما كديروا الكميه اللي تناسبكم. الحيمات ديال الغلمي. بالنسبه للتوابل، عندي هنايا الكركم وعندي سكينجبير وعندي هنايا ضامه ديال الزعفران ماشي بزاف، والملح وفلفل اسود، وعندي الثوم درس تاع الثوم جوج، وربيع كزبر معنوس، جوج معالق كبار ديال الكزبر معنوس. هنا غادي نضيف هاد نص كاس ماشي كله، غادي نخلي منه حتى الاخر باش يطيب لينا الطاجين، وغادي نضيفه في الاخر. هنا كنخلط المكونات ديال التوابل جيدا في هاد الزيت هذا. كيف هاد الطريقه؟ شوفوا البنات، شوفوا البنات على التتبيله كي دايره، شوفوا على اللون غادي يعطيكم الخبر. يعني التتبيله رائعه، وجا اصلا جا الطاجين روعه البنات، جا بنين بنين الصراحه ما شهيتكم فيه. كنخلط العناصر جيدا بحال هكا، وكنبدا ندير في اللحم ديالي بحال هكا. كندخل ليه التوابل، كندير الكميه كامله كيف الشكل. نحاول اننا ندخل التوابل جيدا في هذا اللحم باش يشرب لينا التوابل كيف هاد الطريقه. خصوص هاد اللحم ديال الغلمي كيبغي ليدام. وبالنسبه علاش انا ضفت زيت العود وما ضفت زيت الروميه، حيت زيت العود كيعطي واحد التنسيمه للغلمي. هنا البنات راني ضفت طاجين جديد، حيت مع جديد دهنته بالزيت البنات باش ما يطرطقش ليا. دهنته بالزيت هو اللي ضفت الزيت عاوتاني من الفوق. هنا البنات راني شاعل الطاجين وراني غادي نستف اللحم ديالنا كيف هاد الطريقه. وغادي نضيف هذوك التوابل اللي شاطوا لينا في داك التفصيل، غادي نكبو فوق الطاجين. غنزيد عليه واحد شويه الماء وكبيتو عليه البنات فوق الطاجين، وكنخليه كيتقلى لينا مزيان بحال الطريقه. كنبقى نقلي فيه حتى كيتقلى لنا اللحم ديالنا جيدا كيف هذا الشكل. هو اللي غادي نضيف البصله، غادي نسد عليه واحد المده ديال واحد نص ساعه بحال هكاك، ما كاملاش، وانا كنقلي فيه باش مزيان البنات تقليو اللحم هو الاولاني جيدا. بالنسبه للخضره البنات غادي نضيف البطاطا والزيتون، وغادي نضيف جلبانه هما اللي باش غادي نخضر هاد الطاجين ديالنا. هنا غادي نمشيو باش نحلو على الطاجين ديالنا. غادي نضيف البنات هاد البصله من الفوق، وغادي نخليها حتى تدبال شي شويه، وهوني من بعد نستف الخضره. غادي نسد عليه دابا الطاجين ونخليه واحد المده ديال 10 دقائق ونفتح عليه. هنا البنات دازت واحد المده ديال 10 دقائق بحال هكا. ضفت واحد نص كاس مع مرش ديال الماء بللت بيه، وغادي نضيف دابا جلبانه كيف هالشكل. ودابا غادي نستف البطاطا ديالنا. بالنسبه للبطاطا راه عندي بطاطا غير صغيره، داكشي علاش ما كانتش عندي بطاطا ديك الكبيره طويله كتجي في طاجين زوينه. انا عجبت اكتفيت بهذه، صغيره وستفتها كيف هاد الطريقه. كنستفها كامله في الطاجين بحال هاد الشكل. وبالنسبه للزيتون ما غاديش نضيفو دابا، غادي نخلي الطاجين حتى يقرب يطيب لينا، وهو اللي غادي نضيف الزيتون في الاخر باش ما يطلقش لناش هذيك المروره ديالو في الطاجين، حيت اصلا الزيتون طايب.
غادي نخليه حتى الاخر. بالنسبه للزيتون راه ديال الدار ماشي داك اللي فيه الصوجه بزاف. الزيتون ها هو البنات شو راه طايب، غادي نخليه حتى الاخر مني طيب لينا الطاجين. تبقى لي واحد المده قليله ولا غادي نستف. انا البنات ملي دازت واحد المده ديال نص ساعه بحال ساعه قل ربع دازت وعلي قلت حليت على طاجين وستفت هاد الزيتون ديالنا كيف هاد الطريقه. انا غادي نسد عليها البنات واحد 35 حتى 40 دقيقه وغادي نفتح عليه. هنا البنات وجد لينا الطاجين ديالنا. هذا الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا راه طاب صراحه، كيجي رائع وكيجي ميدم وكيجي زوين. كنتمنى يعجبكم ونتمنى هذا الفيديو ديال هذا اليوم يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. صراحه البنات راه الطاجين كيجي ميدم. انا غادي نوريكم. وبالنسبه للحم راه شال اللحم راه طاب، يعني ما شدش الوقت كتير. وكنتمنى هذا الفيديو تبارطاجيو وما تنسوش ليه واحد لايك، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.